سلام. بغيتي تبدل حياتك وتطور من الشخصية ديالك وتطور راسك من جميع الجهات ومن جميع الجوانب وتزيد بحياتك القدام. بغيتي تزيد من الرجولة ديالك وبغيتي تغير الحياة الشخصية ولا الحياة الاجتماعية ديالك 180 درجة. تفرج في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر. عارف بلي غادي يقول لك راسك شنو كيخربق خونا، ولكن انا متاكد بلي هاد الهضره اللي غادي تسمع في هذا الفيديو عمرك سمعتيها في شي بلاصه وعمر شي حد غادي يقولها لك. مرحبا بكم في السلسله اللي غادي نعطيكم فيها 15 نصيحه لاي واحد باغي يبدل حياته، وفي كل فيديو غادي نعطيكم 5 ديال النصائح، ونصائح اللي فريمون غادي يبدلوا لك حياتك 180 درجه، ونصائح اللي عن تجربه وما كنهضرش عن فراغ. ولا جيتي تشوف معظم الناس اللي ناجحين في الحياه ديالهم ضروري غادي تلقى فيهم هاد الصفات اللي غادي نقول لك في هذا الفيديو. وفي هذا الفيديو ما كنخاطبش غير الاولاد بل حتى البنات ولا النساء بشكل عام. وفي المقابل ما غنطلب منكم والو، غنطلب منك دير الكيت ديالك وتجيب معاك شي كاس ديال القهوه وتركز معايا مزيان في هادشي اللي غادي نقول لك، وتتبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم كلشي وما تزقل والو. في الاخير الا عجبك الفيديو واستفدتي منه ما تنساش تخلي معاك شي لايك وسبسكرايب باش نقصوا من التفاهه ونطلعوا بحال هذا المحتوى اللي غادي يفيدك ويقدر يفيد بزاف ديال الناس. وما تنساش تبارطاجي الفيديو مع صاحبك اللي تبغيه يبدل حياته. اولا كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، وما نطولش عليكم وخلينا نبدا. اول حاجه الدراري اللي غادي نهضر عليها في هذا الفيديو اللي بصح قادره تبدل لك حياتك واللي بزاف ديال الناس غافلين عليها وما عارفينش القيمه ديالها، واللي هي واجبه على كل مسلم او مسلمه وقادره تدخلك الجنه الا كنتي كتاديها احسن الاداء. وكيف ما هي قادره تدخلك الجنه فراه تقدر تكون هي السبب باش تدخلك النار، الا وهي الصلاه. راه ما تصورش حياتك شحال كتبدا تقاد بشويه بشويه فاش كتبدا تصلي وتحافظ على الصلاه في وقتها. راه اقسم بالله حتى حياتك كتبدا تقاد من كل الجوانب، والصلاة بداية النجاح. الصلاة كتفتح لك بزاف ديال الابواب زوينين وكتبعدك على بزاف ديال الحوايج خايبين. وإلا بغيتي بصح القيمة الحقيقية ديال الصلاة غتمشي تسول داك الراجل اللي غير كيسمع الاذان كيمشي يجري للمسجد باش يأدي الفريضة وكتلقاه دائما في الصف الاول. داكشي علاش الدراري كنصحكم كاملين الا ما كنتوش كتصليو فحاولوا ما في الامكان تصليو واخا غير 2 ركعات في النهار، وغادي تلاحظوا التغيير. غادي تلاحظوا كيفاش حياتكم غادي تبدل 180 درجه. وراه كل ما تقربتي من الله سبحانه وتعالى فراه الله كيزيد يتقرب منكم اكثر. أما قال الله: عبادي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ثاني حاجه الرياضه. باش ما نكذبوش على راسنا، لونطريمون من واحد الناحيه بحالها بحال الصلاه. الا ما كانش عندك العزيمه والاراده وكنتي باغي توصل لواحد الهدف معين في هذيك الرياضه اللي كدير راه ما غاديش تكمل فيها. ما بغيتكش تكون من هذاك النوع اللي باغي يدير اي حاجه بالزربه، باغي يطلع فورمه واعره بين ليله وضحاها. هادشي راه ما كاينش. وراه اي حاجه في اي ميدان في اي مجال الا ما عطيتيهاش القيمه والوقت اللازم ديالها راه ما عمرك غادي تنجح فيها. وما كاينش شي نجاح كيجي بالصدفه. وكذلك الرياضه، الا ما كنتيش ضابط راسك وعارف شنو باغي من هذيك الحاجه وكتخدم وكتقاتل وكتحط الجهد ديالك كامل باش توصل لهذيك الحاجه او لهذاك الهدف اللي انت باغي توصل ليه، فراه كون اكيد ما عمرك غادي تنجح في داكشي اللي كدير. والرياضه عندها بزاف ديال الفوائد، منها فوائد في الصحه ديالك في الجسم ديالك والعديد الى اخره. والا بغيتوا الفيديو الجاي يكون كيهضر على الفوائد ديال الرياضه كتبوها لي لتحت في لي كومونتير. داكشي علاش الا كنتي كتبغي شي حاجه شي رياضه تقاتل عليها وما توقفش حتى توصل ليها. ثالثا خدم على راسك. هاد الهضره موجهه للولاد اكثر من البنات. الا كنتي ولد وصلتي لاج ديال 18 19 عام فهادشي كيعني انك ما بقيتيش دري صغير وما بقيتيش خاصك تكون معول على والديك هما اللي يصرفوا عليك ويشريو لك داكشي اللي باغي. من هاد اللاج وانت طالع هنا فين كتبدا تبني المستقبل ديالك وكتولي معول على راسك. داكشي علاش خاصك تخدم على راسك مزيان وبلا ما يجي شي حد يقول لي اخويا الخدمه ما كيناش ما عرفناش فين نخدموا. الخدمه موجوده وفين ما مشيتي غتلقى خدمه، ولكن الكره كتبقى عندك انت. واش الناس اللي انت باغي تخدم معاهم غادي يلقاو فيك داكشي اللي هما باغين او لا؟ هنا فين كتجي مهاره التعلم. انت في هاد الوقيته ما محتاج تصاحب وما محتاج تسافر وما محتاج تخرج مع بنات. انت في هاد الوقيته محتاج تفوكسي
تركزي على راسك وعلى الاهداف ديالك، ومحتاج تتعلم مهارات اللي يقدروا يدخلوا لك فلوس من هنا واحد عامين. وكنصح الدراري اللي في هذا السن ديال 18 19 عام، نسى عليك شي حاجه سميتها تصاحب، نسى عليك اي حاجه غادي تشتت الانتباه ديالك، واي حاجه ما غاديش تخليك تفكر في راسك وما غاديش تخليك تفكر في المستقبل ديالك. انت في هذا العمر خاصك تعلم وتاخذ تجارب اللي ايجابيه اللي غادي تولي تدخل لك فلوس في المستقبل ديالك، وهذه راه حياتك وانت اللي مسؤول عليها. وما كاينش شي حد غادي يجي يدير لك شي حاجه في بلاصتك، وما كاينش شي حد غادي يجي يخدم عليك. كل راعي مسؤول عن رعيته. والا كنتي من الدراري اللي كيفيقوا كيلقاو الفطور موجود وكلشي موفر ليهم، وملي كيفطروا هو كيسكرولي في السوشيال ميديا وما كاين غير البنات وداك العالم، فبغيت نقول لك اصديقي فين غادي؟ فين هو غادي؟ غادي في الخسران حمادي. رابعا، نقص من استخدام الهاتف ديالك. كيف ما كنعرفوا كاملين بان الهواتف الذكيه فيها بزاف ديال الحوايج ايجابيه، وكيف ما فيها بزاف ديال الحوايج ايجابيه فراه فيها بزاف ديال الحوايج سلبيه. ومن بين هاد الحوايج السلبيه فراه الا كنتي كتبقى شاد التليفون ديالك اكثر من 5 سوايع في النهار، فهاد الشيء قادر يسبب لك بزاف ديال المشاكل. ومن بين هاد المشاكل قله التركيز، التوتر، القلق، الخوف من المستقبل، الكسل، وبزاف من هاد المشاكل. وخاصك تعرف باللي هاد الناس اللي صاوبوا لك هاد الهاتف استغرقوا بزاف ديال الوقت وسهروا الليالي باش يصاوبوا لك واحد الحاجه اللي غادي تخليك خاشي فيها راسك نهار كامل وما كتفكر في والو، لا في المستقبل ديالك، لا في الحياه الشخصيه ديالك، لا حتى حاجه. وفاش كتوصل لمرحله الادمان ديال الهاتف او مواقع التواصل وكتولف دماغك ينعس ويفيق على نفس الروتين، بمعنى اول حاجه كتحل عليها عينيك هي الهاتف، واخر حاجه كتسد عليها عينيك هي الهاتف ديالك. هنا كتحس بتخرب في الحياه ديالك وكتولي تحس براسك ديما عيان وما قادر دير والو في نهارك. داكشي علاش صديقي الا كنتي كتحس براسك وليتي مدمن على شي حاجه سميتها الهاتف، حاول تراجع راسك مزيان. ما بغيتش نتعمق بزاف في هذه النقطه حيت الا جيت نهضر على هذه النقطه بالتفصيل ما غاديش نسالي، ولكن كنوعدكم باللي غادي ندير لكم حلقه كامله على هذا الموضوع. خامسا، نعس بكري وفيق بكري. ما عرفتش واش هاد النقطه غادي تبان لك شي حاجه سهله، ولكن اقسم بالله حتى هاد النقطه عندها تاثير كبير في الحياه ديالك. فاش كتولي كتنظم الوقت ديالك وكتعطي كل حاجه الوقت ديالها وكتولي كتنعس بكري وكتفيق بكري، كتحس بالنهار ديالك دايز زوين وكتولي كدير بزاف ديال الانشطه زوينه في النهار ديالك، عكس السير اللي كيدمرك نفسيا وجسديا وما كتقدر دير والو في نهارك. الا كنتي كتقرا كتمشي للمدرسه وانت عيان وما كتفهم والو وما كتقدرش تركز وديما دماغك مخربق، وإلا كنتي خدام نفس الشيء عاوتاني ودائما المشاكل من كل جهه، كتمشي للخدمه معطل ما كتركزش في الخدمه ديالك الى اخره. فإلا كنتي من الناس اللي كيسهروا بزاف حاول تشوف ليك شي حل وحاول تقاد النعاس ديالك. وباش نكون معاك صريح، النهار الاول ملي غادي تفيق بكري غادي يجيك نهار كامل مخربق وما غادي تقدر دير فيه والو، ولكن تولف راسك تفيق بكري وتنعس بكري وكل حاجه تعطيها الوقت الكافي ديالها غادي تحس بحياتك تبدلات 180 درجه. وهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وكنبغي نشكرك بزاف الا كنتي وصلتي حتى لهنا. اي فوالا لي زامي، كانت هادي لا فيديو، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم بطبيعه الحال ما تنساوش خليو واحد لايك وسبسكرايب وشي كومونتير زوين بحالكم، وتهلاو في راسكم.